المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. تشجيع الزراعة بالأسمدة العضوية الطبيعية. دورة تأهيلية حول تأثير المشاريع الزراعية على البيئة في مدينة كرن. جهود لتوسيع الخدمات الصحية في بويا. الإفراج عن مئات التلاميذ تم اختطافهم قبل نحو أسبوع في نيجيريا. أردوغان يدعو العراق لتكثيف معركته ضد حزب العمال الكردستاني. وأكثر من 15 قتيلا في انفجار خلال تجمع شرقي أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله. تقوم وزارة الزراعة بتشجيع المزارعين في الإقليم الأوسط لاستخدام الأسمدة العضوية الطبيعية في الزراعة وعدم الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية ضمن برنامج الزراعة المنسقة. وقال كبير خبراء تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في الإقليم الأوسط السيد يوناس قبرو إن قسم الزراعة والأراضي في الإقليم يعمل باهتمام منذ شهر إبريل 2019 لإعداد المزارعين والطلاب السماد الطبيعي باستخدام بقايا الإنتاج والمواد الطبيعية الأخرى والتعرف سريعا على الآفات والأمراض النباتية وحل المشكلة بأنفسهم. وأوضح تقديم الدورات التدريبية لحوالي 193 خبيرا ومزارعا ومعلما وطالبا تحت شعار المعرفة بالتطبيق لإعداد الأسمدة العضوية الطبيعية، وإن النتائج مرضية. ويشير المزارعون الذين تلقوا الدورات التدريبية في 16 قرية إلى أهمية الأسمدة الطبيعية في أنشطتهم الزراعية. وتفيد معلومات وزارة الصحة إن البرنامج الذي تشارك فيه المرأة بكثرة بالانضواء في مجموعات عمل ينفذ بتنمية أشجار التفاح والخوخ والأفوكادو والجوافة وتنمية البطاطا الحلوة أسفل الأشجار باستخدام الأسمدة الطبيعية. شهدت حاضرة إقليم عنسبة مدينة كرم في الفترة من 10 وحتى 12 من ديسمبر الجاري دورة تأهيلية نظمها قسم خدمات الرقابة والتشريعات بوزارة الزراعة تساعد على تنفيذ المشاريع الزراعية بأسلوب لا يؤثر سلبا على البيئة. وكان الهدف من الدورة التأهيلية التي شارك فيها مهنيون من الزراعة والبيئة والأراضي هو تهيئة الطرق المناسبة لتصحيح وتقييم التأثير السلبي على البيئة عبر مساهمة كافة الجهات لجعل المشاريع الزراعية تقدم مصالح مستدامة. وألقت المدير العام المؤقت لقسم الزراعة والأراضي بإدارة إقليم عنسبة السيد قبرة مسقل كلمة أشارت فيها إلى أن تنفيذ مشاريع زراعية دون منح السلامة البيئية الاهتمام ليس أنها تهدد السلامة البيئية فحسب، بل إنها تساهم في افتقاد الاستدامة، منوهة بأن يعزز المشاركون مساهماتهم المهنية. من جهتهم ذكر الخبراء الذين حاضروا في الدورة أهمية تقييم آثار المشاريع الزراعية السالبة على البيئة وتأمين الاستدامة التنموية وبحث آليات الحلول بالتعرف على مسببات التأثيرات السالبة من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز الفوائد دون المساس بالبيئة، مناشدين لتعزيز المشاركين لدورهم متمسكين بالتعليمات والتشريعات الصادرة حول المشاريع الزراعية المنفذة مستقبلا. وقال المشاركون إن الأنشطة الجارية آخذة في الاعتبار السلامة البيئية تحقق مصالح مضاعفة، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاح البرنامج. أوضح منظمو الدورة بأن سلامة البيئة تخص كافة الجهات بالتساوي، مناشدين كافة أفراد المجتمع الناشطين في الزراعة منح السلامة البيئية أهمية أكبر قبل الشروع في العمل وإنجاز أعمال فعالة مبنية على إرشادات الخبراء. تشهد ضاحية بويا في مديرية قلعلو جهودا لتوسيع الخدمات الاجتماعية. وأوضح مسؤول عيادة انتفاء الأمراض التي كانت تظهر بسبب الخدمات الصحية وأنشطة التوعية لمكافحة الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية للأمهات والأطفال والولادة في العيادة أمنت صحتهن وصحة المواليد، وإن بناء السكان غرف لانتظار الحوامل يعكس الوعي المتنامي.
وقالت الممرضة عائشة محمود إن تلاشي العادات الضارة يعتبر من النجاحات التي تحققت، مؤكدة ارتفاع أعداد المراجعين للعيادة من المرضى والحوامل. وأعرب السكان عن ارتياحهم للخدمات الصحية المقدمة ورعاية الأمومة والطفولة. وتقدم عيادة بويا خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال وتحاليل فيروس HIV ومكافحة الملاريا وإصحاح البيئة. واصل الإريتريون المقيمون في الدول الإسكندنافية تبرعاتهم لمكافحة وباء كورونا وأسراب الجراد في البلاد. وأفادت السفارة الإريترية إن الإريتريين المقيمين في السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا تبرعوا ب8,600,000 كرونر في الأشهر الستة الماضية لمكافحة كورونا. في غضون ذلك تبرع الإريتريون المقيمون في السويد ب283,000 كرونر للتصدي لأسراب الجراد. ويوجد برنامج للإريتريين المقيمين في النرويج لاتخاذ مبادرة مماثلة الأسبوع القادم. ويقوم الإريتريون المقيمون في الدول الإسكندنافية بتبرعات لإعالة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء ومساعدة معاقي الحرب. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود لمواصلة الأخبار. تم الإفراج عن مئات التلاميذ الذين تم اختطافهم قبل نحو أسبوع، وتبنت جماعة بوكو حرام مسؤولية احتجازهم. وقال مساعد حاكم ولاية زنفارة إن عدد المفرج عنهم يبلغ 444 تلميذا، لكن مصدرا أمنيا أكد استمرار وجود عدد من التلاميذ بيد خاطفيهم. وتبنت جماعة بوكو حرام المسؤولية عن عملية الخطف. وأكدت مصادر مطلعة أن العملية نفذها أوالون دودوا بالتعاون مع إيدي مينورتي ودان كرامي، وهما زعيما عصابتين محليتين ويعملان نيابة عن بوكو حرام. وتم تحميل عصابات مسؤولية الهجوم وعملية الاختطاف في البداية، لكن لاحقا تبنتها جماعة بوكو حرام الجهادية التي نشرت تسجيل فيديو يظهر الفتيان المختطفين. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يقوم بزيارة لأنقرة أن البلدين اتفقا على مواصلة المعركة ضد المقاتلين الأكراد من حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية، لكنه دعا بغداد لتكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمالي العراق، حيث أقام معسكرات تدريب ومخابئ أسلحة. وتقوم قوات خاصة تركية أحيانا بعمليات توغل محدودة. وتثير العمليات التركية وآخرها في يونيو توترا مع الحكومة العراقية، لكن أردوغان يشدد على أن بلاده تنوي معالجة مشكلة حزب العمال في شمال العراق في حال عجزت بغداد عن القيام بذلك. من جهته أعلن الكاظمي الذي كان يقوم بأول زيارة له لتركيا منذ توليه مهامه في مايو أنه في الملف الأمني موقف العراق واضح في إدانة أي عمل يهدد أمن تركيا أو ينطلق من الأراضي العراقية لتهديد الأمن القومي التركي. انفجرت دراجة نارية مفخخة في شمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا كانوا متجمعين في إطار مناسبة دينية على ما أفاد مسؤولون. وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية غزني وحيد الله جمعة زاد أن الانفجار وقع خلال تجمع في منطقة غيلان في الولاية، مضيفا أن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 20 بجروح. من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان وقوع الانفجار، لكنه تحدث عن مقتل 15 شخصا. وأوضح أن المتفجرات كانت موضوعة على دراجة نارية متوقفة قرب منزل في البلدة كانت تقام فيه المناسبة الدينية. يذكر أن غزنة تشهد مواجهات منتظمة بين حركة طالبان والقوات الأفغانية، وأتى الهجوم الأخير في حين تجري حركة طالبان والحكومة الأفغانية مفاوضات سلام في الدوحة لوضع حد للحرب المستشرية في البلاد. دمر إعصار ياسا الضخم قرى بأكملها أثناء اجتياحه أرخبيل فيجي،
وفق ما قالت وكالة الإغاثة، مع تأكيد حالتي وفاة، فيما يسارع عناصر الإنقاذ لمساعدة السكان الأكثر تضرراً. ووصل ياسا المصنف في الفئة الخامسة، وهي الأعلى في مستوى الأعاصير، إلى هذه الجزر الواقعة في المحيط الهادي، وضرب أولافان واليفو ثاني أكبر جزيرة في فيجي. وتسبب الإعصار بفيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع للتيار الكهربائي قبل الانتقال إلى البحر، فيما تراجعت حدته وأصبح عاصفة من الفئة الثالثة. وأشارت وكالات الإغاثة إلى توفير الإمدادات مسبقا في كل أنحاء البلاد تحسبا لوقوع كوارث كبرى خلال موسم الأعاصير الذي يستمر حتى مايو. وأصدرت السلطات تحذيرات متكررة بشأن الخطر الذي يشكله الإعصار طوال الأسبوع، وحضت السكان على إيجاد مبان صلبة والفرار إلى مناطق مرتفعة إذا كانوا يعيشون على الساحل. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.